تعالوا الأول نفهم دور علم الحديث العسكري والسياسي في إنشاء الدول وانهيارها. حضراتكم دي خريطة العالم الإسلامي في الخلافة الراشدة ثم الدولة الأموية، بسم الله ما شاء الله، من باريس إلى الصين. نحن نعلم جميعا أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه معارضة. المعارضة كان فيها قسم من المنافقين اللي هدفهم هدم الدولة يرأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، وقسم من المسلمين الذين يرددون هذه الأخطاء بحسن نية. والرسول صلى الله عليه وسلم توفى. أين ذهب هؤلاء المنافقون؟ ظلوا موجودين وهيبدأوا يستخدموا علم الحديث. طبعا لم يوضح في ذلك الوقت يعني. طيب، فإذا المنافقين امتدوا معنا وجاءت حروب الردة، ثم جاء سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وهؤلاء اتهموا سيدنا عثمان انه خرج على السنة وانه مش عارف حرك المصحف وشيء يعني أكاذيب. وستجد أن هؤلاء المنافقون الذين قتلوا سيدنا عثمان هؤلاء استعانوا ادعوا أمور كاذبة على سيدنا عثمان وحاولوا استخدام أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا كان هذا انقلاب عسكري قاده عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ هو شخص يهودي أسلم، ولكن واضح كان عنده فكر يعني عميق الفكر، بدليل أنه هو استطاع أن يؤسس العقيدة الشيعية المنتشرة في عدة دول إسلامية اليوم. عبد الله بن سبأ كان فيه ناس في همدان في إيران، وأنا سأتي لهمدان. همدان هنا في هذه المنطقة، والكوفة هنا. همدان كان فيها مسيحيين وكان فيها يهود، وكانوا هم القوة الضاربة لميليشيات عبد الله بن سبأ التي قاموا بالانقلاب العسكري والسيطرة على المدينة المنورة، وقتلوا سيدنا عثمان، يعني قتلوا رئيس الدولة. هم نصبوا خليفة جديد هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وضعوا السيف وقالوا له إما أن، يعني محاولات كثيرة، كما جرى في خلع السلطان عبد الحميد رحمه الله. كان في عملول كراسو المحامي اليهودي، وكان في ناس سذج وناس منافقين وخلعوا السلطان عبد الحميد، ثم أجلسوا السلطان محمد رشيد. وهؤلاء السبائية انطلقوا من المدينة المنورة إلى الكوفة، وأصبحت الكوفة هي عاصمة الدولة. وسنجد فترة سيدنا علي بن أبي طالب في فترة حكمه أصبح للدولة رأسين. رأس طبعا سيدنا معاوية في طرف آخر يعني، والسيدة عائشة وباقي الصحابة يعني، أو صحابة أخر كثر يعني. لكن هنجد أنه سيدنا علي عندما يتخذ قرار، عبد الله بن سبأ اللي هو يعتبر يشارك في نصف السلطة أو أكثر يتخذ قرار عكسي، كما في موقعة الجمل لما أنشب القتال وسبب المعركة مخالفة لأوامر سيدنا علي، وسيدنا علي لم يتمكن من أن يفعل له شيء. ثم جرى الأمر في معركة صفين، كان سيدنا علي سينتصر، وعبد الله بن سبأ أيضا جعل الجيش ينشق إلى آخره. ثم عبد الله بن سبأ أسس حزب كبير أصبح اسمه حزب السبائية، وهذا الحزب هو الشيعة السياسية وداخله الرفض، لأنه بعض الناس قالوا لي التشيع السياسي. ها أنا أعترف أني أخطأت. التشيع السياسي مقصود به أنه علي رضي الله عنه يكون بعد الرسول قبل أبو بكر وعمر، ولكن غالبية الشيعة يرون بخلع عثمان بن عفان، وبعضهم يرى بقتله. يعني أنت بتعمل انقلاب وبتقتل، فانقلابيين يعني. والدليل في ذلك كتاب الإرجاء سنة 80 هجري، ده قريب جدا، 80 هجري بعد وفاة سيدنا علي ب40 سنة، الذي وضعه حفيد سيدنا علي بن أبي طالب، وقال إنه يرجئ الشيعة بتوعه. يعني قال له أنت ما موقفك من عثمان بن عفان؟ فأنت معانا ولا ها؟ وإحنا كنا قتلناه، لما قتلناه كان صح أم خطأ؟ فهو قال أرجئ الحكم في عثمان وعلي إلى يوم القيامة، وبعدها ندم على ذلك. ولدينا ثورة زيد اللي هو بيتبعوا الشيعة بتوع اليمن، لما قالوا له أنت إيه موقفك من عثمان؟ قال لهم لا، أنا ما عثمان يعني كان علي أحسن منه. قالوا طب أبو بكر وعمر؟ فقالوا كذا. قالوا طب ليه؟ فقال لهم لا، كانوا جيدين ونتجاوز عن أخطائهم، فتركوه ولم يحاربوا معه. الحزب السبعي كان حزب عسكري قوي متكون من مسيحيين لم يعتنقوا الإيمان عن صدق، وكذلك شخصيات يهودية. في تلك الفترة في الدولة الأموية كان الحكم بيستند إلى القرآن والسنة. القرآن نحن كحزب معارضة، عبد الله بن سبأ ومجموعته، وعبد الله بن سبأ قبره موجود في سوريا اليوم على فكرة، وبتعبدوا الطائفة النصيرية اللي منهم بشار الأسد. هؤلاء يعتبرونه من الملائكة وتقربون له ويزورون قبره، وموجود حقيقة يعني، وخاص له حلقة يعني.
حزب المعارضة يريد إسقاط الدولة الأموية. هذه الدولة تقوم على القرآن والسنة، عمودين، فلا بد تكسر واحد من العمودين. بالضبط أنت أمريكا النهاردة بتقوم على الانتخابات النزيهة، فأنت لو لو أثبتت أن الانتخابات مزورة يسقط الرئيس الأمريكي، أو أنه ديكتاتور، أو أنه خالف الدستور والقانون. في تلك الفترة متى يجب إسقاط الحاكم؟ إذا خالف القرآن أو السنة. ومين قضاة المحكمة الدستورية اللي هم في أيامنا بيحضروا في أي انقلاب عسكري كي يعطي شرعية للانقلاب العسكري؟ قضاة المحكمة الدستورية هم المشايخ، فهيحكم بالقرآن أو السنة. وبما أن القرآن الكريم ليس فيه أي شيء تساعد على هدم الدولة الأموية، فكانت النتيجة بدء اختراع روايات مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم من استخدام الحديث. حديث غير مكتوب ممكن نلعب فيه، لكن القرآن مكتوب فلا مجال للتلاعب. فقالوا بدأوا يخترعوا روايات حول فضائل سيدنا علي، وأساطير حول سيدنا علي، وأساطير حول ابنه الحسن والحسين، وحول أمهما فاطمة، بهدف إيه؟ أن يقولوا الأحق بالحكم أحفاد سيدنا علي وليس الدولة الأموية. حزب المعارضة هذا السبعي يحتاج أنه هو يلتف حول شخصية الناس تجلها، فيقولوا هذا من أحفاد الرسول، ويبقى أنت إذا أنت بتقف مع الدولة الأموية إذا أنت عدو رسول الله وأبناء الرسول وأحفاد الرسول. خطاب ترهيبي. فلما أنت تيجي تقول هذا الحديث مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنت كافر، أنت تكذب الرسول، أنت لا تؤمن بالسنة، أنت. فهذا جرى، وجرى استخدام هذا في هدم الدولة الأموية ونجحوا. والدليل على كذب كثير من الأحاديث التي وضعت عن سيدنا علي والسيدة فاطمة إلى آخره. حضراتكم تسمعوا أي شيخ خطب عن باقي بنات النبي؟ هل سمعتم أي شيخ وعلى اليوتيوب على المنبر قال حديث عن إن في واحدة نسينا اسمها أم كلثوم كانت ابنة الرسول أيضا؟ لماذا لم نسمع أي حديث في فضائل أم كلثوم؟ هي موجودة في كتب الحديث، ولكن أين؟ ولا حاجة. لماذا؟ لأن أم كلثوم لن تفيد الشيعة في نزاعهم العسكري. يعني أم كلثوم هي زوجة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسيدنا عثمان من بني أمية، فأنت إن مدحت أم كلثوم ستمدح بني أمية اللي هي الدولة الأموية. والأمويين لأنهم كانوا ناس شرفاء، لم يكذبوا ويترفعون عن تحريف دين الله من أجل مصلحتهم، فما وضعوا أحاديث وشيء من هذا القبيل. تسمع عن ابنة الرسول واحدة اسمها رقية؟ ما لا نسمع، وكلهم أكبر من فاطمة، وكلهم أهم من فاطمة رضي الله عنها. حتى إنك لا تسمع أيضا عن السيدة خديجة أم المؤمنين أم فاطمة، لأنه لو وضعنا أحاديث مكذوبة وفبركناها عن السيدة خديجة لن تفيدنا في الصراع العسكري لإسقاط الدولة الأموية. ولذلك تجدوا يقولوا السيدة فاطمة سيدة نساء الجنة، أمها لا هي سيدة على أمها اللي هي أم المؤمنين سيدة خديجة التي آوت الرسول، وهي من السابقين الأولين في الإسلام وأول من أسلم من النساء. بينما ابنتها السيدة فاطمة دي أصغر بنت، وتوفيت شابة صغيرة، يعني قيل 25 سنة يعني. باقي أحفاد الرسول غير الحسن والحسين اختفوا، اتمحوا، ولا حديث في فضلهم، ولا حلقة على اليوتيوب، ولا أي حاجة. لماذا؟ كان الرسول بيكرههم؟ يعني أحفاد السيدة زينب ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي عانت في الإسلام أكثر من فاطمة رضي الله عنها. أولادها لأن جوزها أبو العاص بن الربيع من بني أمية من الدولة الأموية، فما ينفعش نفبرك فيها أحاديث ما تخدمناش سياسيا وعسكريا في إسقاط الدولة الأموية. عرفنا علم الحديث كيف جرى تلاعب بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الدولة الأموية للأسف، ودي من أخطائها، إنها لم تجمع علم الحديث لتضع حدا لهذه الفوضى، ودفعت الثمن بسقوطها، وكانت كارثة كبيرة في العالم الإسلامي. وجاءت الدولة العباسية. طيب، لكن في نهاية الدولة الأموية بدأ يحصل عملية تدوين، استشعار الخطر، أنه هذه الأحاديث المكذوبة السياسية عن أهل البيت وعلي وفاطمة إلى آخره. وأهل البيت هنا استبعدوا منهم زوجات النبي، طردوه، أصبحوا دول من بيت آخر يعني، والعياذ بالله. رغم أن زوجات النبي هن أهل البيت. أهل البيت ده بيكون واحدة امرأة على فكرة. أهل البيت ده مصطلح عند العرب من باب الاحترام والتوقير لزوجة الرجل، لأنه كان عيب يذكر اسم زوجتك، لا يذكر المرأة باسمها. وهذا في القرآن لما الملائكة خاطبت زوجة سيدنا إبراهيم، ولما الله خاطب زوجات النبي قال خاطبهن بي يا أهل البيت.
والله ما بيصدقوا القرآن. طب إذا واحد لم يصدق القرآن طب تعمل إيه؟ أصبح نكذب القرآن، نرميه من أجل غايات سياسية وعسكرية إيران تريدها، وكانوا أجداد إيران يريدونها، عبد الله بن سبأ وهمدان كانت تريدها. نهاية الدولة الأموية ظهرت السلفية الحقيقية، أن علماء المسلمين تنبهوا أن في كارثة، فبدأ مسألة تدوين الأحاديث. فعلى يد أبناء الصحابة تعلم أئمة المسلمين الأربعة. فنشأ هنا، شوفوا انظروا، هتجدوا المذهبين الرئيسيين في الإسلام في عهد الأمويين. الإمام أبو حنيفة مولود 80 هجري وتوفى 150 هجري، يعني عاش 52 سنة في ظل الدولة الأموية، وهذا 80 هجري يعني بعد وفاة السيدة عائشة ب20 سنة تقريبا، بعد وفاة سيدنا علي بن أبي طالب وبعد وفاة سيدنا علي ب40 سنة، بعد وفاة سيدنا معاوية ب20 سنة. يعني تخيل واحد ميت 20 بقاله 20 سنة، ممكن تسأل أبوك عنه يعني يخبرك قصصه كذا. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يخرج الجهل ويقولون هو لا يفهم في الحديث، هو ضعيف في الحديث. الألباني يقول أبو حنيفة ضعيف في الحديث. شر البلاد ما يضحك، أبو حنيفة اللي تلقى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة رأسا، يعني بينه وبين الرسول يا دوبك جيل واحد يا جماعة، ده ملاصق للصحابة على طول. كيف يكون فقيه ولا يفهم في الحديث؟ يعني كان شغال من دماغه. لكن الألباني اللي عاش سنة 2000 هو فاهم في علم الحديث. أبو حنيفة كان يعرف كيف يلبس الصحابة، كيف يرتدون، كيف يطلقون لحاهم، كيف يصلون، كيف يصومون. ده شاف أبنائهم مباشرة. ذلك هؤلاء هم السلفيين الحقيقيين. شوفوا احنا بنقول الأقرب للرسول مين؟ أبو حنيفة 80 هجري، ولذلك الأمة الإسلامية لماذا انتشر المذهب الحنفي؟ احنا بنقول الأمن القومي لنا كدول إسلامية أبو حنيفة. والإمام مالك رضي الله عنه 93 هجري وفي المدينة المنورة، يعني أيضا مثل أبو حنيفة. الشافعي رقم 3 150 هجري، متأخر بعض الشيء. الإمام أحمد بن حنبل مولود 164 هجري. فكلما ابتعدت عن أبناء الصحابة كل ما هتجد يعني من أكثر أصالة أبو حنيفة ومالك، لأنه مالك كان في المدينة المنورة، الشافعي بعدهم في الأصالة، أحمد بن حنبل في الأصالة. وكي نفهم يا جماعة، احنا في مصر في محمد علي باشا، بيننا وبين محمد علي باشا كام؟ 200 سنة. بيننا وبين قبل محمد علي باشا ب100 سنة. هل ينفع يأتي واحد الآن ويقول أنا سأدون ما قال حكام مصر قبل 300 سنة التي قالوها شفاهة؟ يا عمي ما تستغفرناش الله يخليك. فهذا هو عصر التدوين في 100 سنة الأولى، ولسه أبناء الصحابة عايشين أحياء يروون. وكتب، بس كتب بقى أحاديث على سير على نصائح على، هنأتي لمرحلة التصنيفات. فهمنا هؤلاء هم السلفية الايه؟ الحقيقية. قامت الدولة العباسية. الدولة العباسية أيضا أدركت خطورة المسألة، لأنه قامت عليها ثورات هدفها هدمها استنادا إلى الأحاديث. الدولة العباسية كي تهدم الدولة الأموية قالوا للشعوب للمسلمين في ذاك الوقت نحن سنأتي بواحد من أقارب الرسول، وده كل أقارب الرسول يحكمنا بدل الأمويين الظالمين دول. طيب فجاءوا لما أتى العباسيون أحفاد العباس عم النبي أيضا لهم حزب معارضة. حزب المعارضة ماذا قال لهم؟ قال لهم لا، في من هم أقرب منكم للرسول، بما إنه بقى الحكم بالأقرب ففي أقرب من؟ قالوا أحفاد علي بن أبي طالب. فالعباسيين قالوا لا، علي ابن عم الرسول، لكن جدنا العباس عم الرسول، فنحن أقرب، عمك أقرب لك من ابن عمك. فلهنا بدأ الشيعة يضعون أحاديث عن فضائل فاطمة والحسن والحسين، فتجد فضائل فاطمة أكثر من سيدنا علي بن أبي طالب يعني. هنا على هذه الخريطة ننتقل لمرحلة خطيرة لاستخدام الأحاديث المكذوبة لهدم كيان الدولة، ودي بقى هنسميها كما سنأتي هنعرف الفترة السلفية من سنة 200 هجري إلى 300 هجري. طبعا أي حكم فيه فساد فيه معارضة، والمعارضة بتظل تحاول تسقط النظام الحاكم، تسقطه إلى أنه يأتي حاكم ضعيف، الحكام يتنازعون، الأسرة الحاكمة تتنازع إلى آخره، يستغل أو ويقترن هذا مع فساد، فالناس بتلتف حول المعارضة. المعارضة كانت تقول نحن هنكون بقى من أحفاد الحسن والحسين والكلام ده كله. فنشأت دول شيعية
تزعم أنها تستند في وجودها إلى أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. طب والقرآن؟ قالوا لا، القرآن نسوه، مش عارفين نحرفه، لكن وضعوا أحاديث أنه الحكم يكون في الحسن والحسين وأولادهم والكلام ده كله. فقامت دولة العلويين، ودي دولة شيعية. قامت دولة بني حمدان شيعية. القرامطة شيعية، القرامطة اللي قتلوا الحجاج في مكة وذبحوا الناس وأخذوا الحجر الأسود وهم شيعة. قامت الدولة الفاطمية، عاصمتها المهدية، بتوع فكرة المهدي، لأن المهدي أيضا هي عقيدة يهودية انتقلت إلى الشيعة من خلال عبد الله بن سبأ، ومن الشيعة إلى المسلمين السنة. وخصصت حلقة على المهدي، وسأخصص حلقة بإذن الله إن شاء الله أقوى بكثير يعني، واستنادا لعلم الحديث. وأنا أستشهد بعلماء الحديث، لا آتي بشيء من عندي، أنا مجرد عارض وناقل. المهم أصبح هؤلاء في هجوم على الدولة العباسية. هنا نهض علماء الحديث من المسلمين، البخاري ومسلم، وقالوا هذه كارثة، كما تشاهدون العالم الإسلامي يسقط. ووضعوا صحيح البخاري وصحيح مسلم والكتب الستة. نركز جيدا في، احنا قلنا التاريخ كام؟ 200 إلى 300 هجري. هنا في حروب عسكرية بيقابلها حروب حديثية. حديث من اللي صح، احنا ولا أنتم؟ وطبعا العقيدة الشيعية كلها بتقوم على علم الحديث. طيب، فهنا يا جماعة ادي صحيح البخاري وصحيح مسلم. عملوا ايه؟ جمعوا كتب الحديث والروايات الحديثية الموجودة والمكتوبة، وعملوا تصفية وغربلة وتنقية، وقالوا نحن بنشهد ان هذه الاحاديث صحيحة. وغالبية علماء الحديث في عصرهم وفي العصور اللاحقة قالوا فعلا غالبيتها صحيح، او النسبة الساحقة، بما انه يغلب. انت تحقق الامتحان 95%، فبيقولوا عليك ممتاز وشاطر جدا، والكمال لله وحده. ولذلك لما تحب تعرف اي حديث مكذوب او غير مكذوب على الرسول، اسأل ماذا قال القرآن في نفس المسألة، ثم انزل ماذا في البخاري عن نفس المسألة، ماذا في صحيح مسلم عن نفس المسألة، ثم انزل الإمام الترمذي، ثم النسائي، ثم أبو داود، ثم ابن ماجه، وهكذا. طيب، هنا حضراتكم انظروا، البخاري متوفي سنة كام؟ 256 هجري، فترة الهجوم الشيعي من أطراف العالم الإسلامي على المركز بغداد. مسلم توفى 261 هجري. كل المؤلفات دي جرى وضعها كجزء من الحرب العسكرية وبيقابلها حرب في علم الحديث. الترمذي توفى 279 هجري. أبو داود توفى 275 هجري. ابن ماجه 273 هجري. النسائي 300 هجري. الحاكم النيسابوري، هذا اهو، ده الحاكم النيسابوري، جه بعدهم سنة كام يا جماعة؟ ده متوفى 405 هجري. يعني الحاكم اللي هو 405 بعد البخاري ب 150 سنة. يعني تخيل النهارده احنا 150 سنة في مصر، ما الذي كان يحكمها؟ كنا في عهد الخديوية، ففترة زمنية طويلة جدا. شوف كم حاكم وكم نظام جاءوا على مصر في 150 سنة. فالحاكم النيسابوري اللي السلفيين بيدافعوا عنه باستماتة جدا، ده واحد من المتأخرين. يعني ده هذا جاء البخاري ومسلم كده للتشبيه، يعني في سوق الحديث مفتوح، في سوق، في فواكه وفي لحوم. فالناس اللي دخلوا باكر وشطار أخذوا أحسن ما في البضاعة، والناس بقى اللي دخلوا متأخر اللي هو الحاكم النيسابوري وأشباهه، دول بقى أخذوا المتردية والنطيحة وقعدوا يحاولوا يعملوا. ليه؟ لأن جزء من الحرب السياسية والعسكرية في تلك الفترة. نقدر نقول بالكتب الستة تم غلق باب التحديث. يعني لو في أي حديث للرسول اتعرض وتأكد وتنقح. لكن الدول الشيعية تأتي وتفتح باب التحديث من جديد، كما يحدث الآن في العالم الإسلامي. وماذا يجري في العالم الإسلامي؟ يفتحون باب التحديث، يقولوا والله الحديث ده القدماء كانوا يقولون انه موضوع ونحن سنقول انه صحيح. القدماء كانوا يقولون انه ضعيف، واحنا بقى الألباني بنقول انه صحيح. البخاري ما عجبوش الحديث ده، احنا هيعجبنا يا سيدي. وبدل ما هو صحيح البخاري صحيح الألباني. وحضرتك الألباني كان مقيم في أي حضن مخابراتي يعني، وهو قاعد يضيف في عقيدة المسلمين ويشيل ويحط. البخاري ومسلم هم كانوا قاعدين في ظل حكم إسلامي. حضراتكم بعد كده هندخل من 320 هجري سنة ميلاد الحاكم النيسابوري بتاعنا إلى 450 هجري. ما الذي جرى؟ جرى زحف من الدولة البويهية احتلت بغداد. أصبح الخليفة العباسي خيال مآتة، طرطور. القرامطة زحفوا على مكة وقتلوا الحجاج. يعني
حتى المسلمين الكعبة لم يعد لهم سيطرة عليها، أصبح المسلمين يقتلون في الكعبة. تخيلوا إحنا في حالة هوان في العالم الإسلامي يا جماعة لدرجة فين؟ هذا هو الوقت الذي كان يكتب فيه الحاكم النيسابوري كتابه، ده الذي لم يكتب على مزاجهم يذبحونه يعني. والحمدان توسعوا، والدولة الفاطمية اللي نشأت في تونس زحفت حتى وصلت إلى الشام، وبعد كده هتسيطر على مكة وتأخذها من القرامطة. فهذا إحنا بنسميه العصر الشيعي أو القرن الشيعي. لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يقيد للإسلام من يرفع رايته. فجاء الأتراك من الشرق، السلاجقة هدموا الدولة البويهية وزحفوا، وجاء الأكراد أيضا صلاح الدين الأيوبي وعائلته وزحفوا هدموا الدولة الفاطمية. وفي تلك الفترة المسلمين البربر كانوا بيحاربوا في الأندلس وأنقذوا العالم الإسلامي ومدوا الإسلام إلى جنوب الصحراء في أفريقيا. فسبحان الله، يعني راية الإسلام لم تسقط بفضل الأتراك والأكراد والبربر. وطبعا هؤلاء يعني قالوا القرآن، يعني الدول الشيعية كلها بتلغي القرآن كلها، يعني في اللي بيقول لك محرف، واللي يقول لك خلاص احنا لغناه، واللي يقول لك الإمام بتاعنا هو الذي سيقول ماذا في القرآن، لكن أنت لا تقرأ القرآن. ونحن الآن نعيش في العالم الإسلامي فترة هيمنة السنة على القرآن. يعني تسأل أي شيخ ما حكم الشرع في كذا، يقول لك قال رسول الله. وأين قال الله؟ اتنسى. بتقول له يا شيخ طب في الله قال، يعني مثلا تيجي الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، فتقول له والله في آية بتقول النبيين والصديقين والشهداء، ده الترتيب الثلاثي، والنبيين على درجة، الصديقين الدرجة الثانية، الشهداء درجة إيه؟ ثالثة. فيقول لك لا، الرسول قال الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، ده الحسن والحسين فوق الأنبياء وفوق الصديقين وفوق، يعني أصبحنا بنكذب القرآن استنادا إلى شهادة الحاكم النيسابوري. يعني كلام الحاكم النيسابوري أصبح أهم من كلام ربنا. ولو أنت بتكذب الحاكم النيسابوري يقول لك أنت كذبت الرسول. مش واحد طلع عليا من دي يقول لك اليوم كذاب، يقول لك صابر يكذب الرسول. أنا بكذب الحاكم النيسابوري. الحاكم النيسابوري كان شغال في عهد الدولة البويهية وبيكتب في عهد الدولة البويهية. وسؤال، ما هي علاقته بالدولة البويهية؟ علماء الحديث للأسف أنا ليه عتاب عليهم عند الحديث عن علم الحديث، ما الأوضاع السياسية التي كانت موجودة؟ علماء الحديث والرواة هؤلاء هم القضاة الدستوريين في تلك الفترة، فما موقفهم من الحكومة؟ لأنه يا إما يأيدوا الحكومة القائمة يا إما يعملوا على إسقاطها. فلا يجري الحديث عن هذا الأمر. فأرجو أن احنا نتكلم عن هذا، وأرجو من علماء الحديث، حضرتك بتقول البخاري ذكر هذا في كذا ومسلم والترمذي والنسائي وتعمل مقارنات، طب ونضع آيات القرآن أيضا، آيات القرآن اللي بتتكلم عن نفس الموضوع. يعني آيات القرآن اللي بتتكلم عن علي بن أبي طالب رضي الله، والأحاديث آيات القرآن بتتكلم عن أهل البيت، والأحاديث اللي بتتكلم عن أهل البيت. هنعرف بقى الصح فين والغلط فين، وأين الرسول فعلا قال هذا، وأين جرت الزيادة وأين جرت النقصان. لكن حذف القرآن واعتباره غير موجود، لأنه بيجري التعامل كأن القرآن غير موجود. الشيعة يقولون بكل وضوح القرآن محرف ونحن لا نحفظه ونتعامل معه. السلفية تقول هو القرآن نؤمن به وهو كتاب الله ونحفظه ولكن لا نستعمله، أو هكذا يبدو لي، كان أنا فاهم غلط بس صححولي. تجد الكثير من المشايخ دائما قال الرسول ولا يقول الله، مخالفا للقاعدة القرآنية. الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الرسول؟ لا، فردوه إلى الله والرسول. فأول واحد الله الرسول، فابدأ بقال الله في القرآن، ثم ننزل قال الرسول. ده أنا هذا الطلب لي يعني. طيب هذه الدول الشيعية لما قامت أصبحت تحتاج إلى أحاديث بقى، أحاديث برضو، فهي مع ليس عندها أحاديث أو لا تكفي. ماذا فعلت؟ فتشت فيه الأحاديث اللي البخاري ومسلم رفضوها والكتب الأربعة الباقية رفضوها، استخرجوها وقالوا هي أحاديث صحيحة، ثم بدأوا يؤلفون أحاديث جديدة. احنا أمام مهزلة. فحضراتكم فتحوا باب التحديث من جديد، كما الآن الألبان فتح باب التحديث من جديد، قال هنضيف أحاديث للرسول، اكتشفنا أنها صحيحة. هم هؤلاء قالوا احنا أيضا في أحاديث صحيحة، والبخاري ومسلم والكتب الستة دول ناس لم يكتبوها فاحنا هنكتبها. فحضراتكم ظهر كتاب الكافي ده في عهد الدولة البويهية بتكليف من الدولة البويهية،
وعبارة عن أحاديث ملصقة بالرسول وعلي بن أبي طالب وغيره. ومن لا يحضر الفقيه تهذيب الأحكام الاستبصار. الناس دي عاشوا فين يا جماعة؟ أو الناس دي عاشوا من 350 هجري إلى 450 هجري. الكليني توفى 329 هجري. ركز في التاريخ ده بتكليف الدولة البويهية. علي بن بابويه القمي من قم توفى من 329 هجري وكتب الكتاب بتاعه، أو كتابين، هو كتب كتابين بتكليف الدولة البويهية، ودول الدين الشيعي يقوم عليهم. شوف بقى الحاكم النيسابوري بتاعنا اللي عامل مشكلة كان في نفس الدولة معاهم وتوفى 405 هجري. وهو عمل الكتاب، لما تقرأه الكتاب معمول يعني ينقل المسلمين السنة إلى الشيعة. فأنت بتحب أبو بكر، احنا حاطين لك أبو بكر حلو وجميل، وبعد كده وضع لك أحاديث عبادة علي، النظر في وجه علي عبادة، إنه كلام علي ممكن يكون أهم من القرآن. فبرك حديث اسمه حديث الثقلين، إنه الرسول يقول، طبعا هو الذي يكذب يعني على الرسول، تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، يعني الورثة يعني. حتى هو حذف كلمة أهل البيت. ليه؟ لأنه ممكن الناس تقول لك أهل البيت في القرآن هم زوجات الرسول، فلا، وعترتي يعني ذريتي، الحسن بقى وفاطمة وأولادهم وهكذا. أحدهما أكبر من الآخر، يعني القرآن وعترتي أحدهما أكبر من الآخر. فأنت عاوز تفهم أن القرآن أكبر، افهم. العترة وذريتي أكبر من القرآن، افهم. أنت بقى بمزاجك يا عم الحاج. وأحاديث أخرى أنه الله قال أنه هو سيقتل 70,000 و70,000 بدم الحسين، وأن تربة كربلاء دي جبريل أتى بها. ما هو الشعب بيسجدون على الشق، فليه؟ استند للحاكم النيسابوري. أنا سنعرض الأحاديث الآن. حديث الحاكم النيسابوري تضع علي في مرتبة الإله أو تحت الإله، يعني هو جزء من تأليه علي يعني، والعياذ بالله. ولكن لم يجاهر بهذا صراحة. وهذه العقيدة الشيعية تقوم على التقية، إخفاء الحقيقة، لكن كتحليل مضمون سنجده في الأحاديث الآن. الطوسي أيضا 460 هجري. وهؤلاء أبرز علماء الحديث الشيعة. 3 منهم قالوا احنا شيعة صراحة، واللي هو موضوعنا الحاكم النيسابوري اللي هو من ضمن هذه الدولة في وجودها وفي كذا، كان يتبنى يعني ما يقوله هؤلاء، يعني ما يقوله الحاكم النيسابوري بأسلوب لطيف ناعم كذا. واكتشفوا المسلمين في وقته كما وكسروا له المنبر ومنعوه من دخول الجامع. كان يقوله علماء الحديث الشيعة الروافض الآخرين بكل تبجح. نرى العلماء المعاصرين للحاكم النيسابوري بيقولوا الراجل ده شيعي سني رافضي. طبعا الشيعي كما ذكرنا اللي هم بيقولوا انه الاسلام ملك، كان في ملك اول الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين ليس له ولد فهيورث الحكم لمين؟ لزوج ابنته باعتبارها كذا، وبعدين زوج ابنته علي هيبدا يورث الحكم لاولاده في السلسله الملكيه. هذا هو التصور الشيعي للاسلام. طبعا هذا انحراف. اذا سلمت ان الرسول ملك خلاص هي باطنها كده. يعني انت لما تجيب اي واحد مستشرق تقول له في واحد اسمه محمد عمل دوله وورث الحكم لعياله والاقارب واحفاده، يبقى من هذا رسول؟ يقول لك لا، ملك. هم الشيعة بقى السياسيين مختلفين، كنا نقتل عثمان ولا ما كنا نخلعه بالذوق، ولا يعني في الاخر هو هدم الكيان الدولة يعني. الروافض يرفضون ابو بكر وعمر ويكفرون الصحابة كلهم، يلعنون السيدة عائشة، يتهمونها بارتكاب الفاحشة، يتهمون الرسول بالدياثة انه علم ان زوجته زنت، وهو يعني دي العقيدة إيران حاليا. والسائدة في لبنان، وأنا بسأل حسن نصر الله بتاع لبنان، أنت قاعد تقول جدي رسول الله. لو أنت منتسب لجدك، ملال إيران يقولون جدك كان ديوث وزوجته تزني والعياذ بالله، وأنت قاعد بتصفق وراهم يا حسن. ده أنت لو عندك ريحة الشرف أنت ولا مقتدى الصدر ولا أي واحد شيعي بيقول لك أنا شيعي وأنا جد الرسول، لو جدك الرسول كنت ما كنت قبلت على هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تكذبوا وتطعنوا في عرضه وهو متوفي، اللي هو حذاء أشرف منكم، حذاء السيدة عائشة أشرف منكم. طيب تعالوا يا جماعة، كتاب سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي وهو من المحدثين علماء الحديث، الجزء 17. نسأله يا عم الذهبي علماء الحديث الذين عاشوا في عصر النيسابوري بيصنفوه إيه؟ فقال قسم بيصنفوا إنه شيعي وقسم بيصنفوا إنه رافضي. يعني ما في أحد بيعتبره ضمن المسلمين السنة أصلا. واحنا العبرة بالدليل في الروايات الحديثية بتاع الحاكم النيسابوري. بينقل عن أبو عبد الله الرحمن السلمي يقول: دخلت على الحاكم وهو في داره لا يمكنه الخروج إلى المسجد من أصحاب أبي عبد الله بن كرام، وذلك أنهم كسروا منبره ومنعوه من الخروج. يعني هم حصلوا داخل البيت وقالوا له مش هتروح الجامع،
وكسروا المنبر اللي هو مقيم عليه. ليه؟ لأنه قالوا له أنت شيعي، قال لهم لا أنا سني، والعقيدة الشيعية تبيح الكذب كما تعلمون، إن الإنسان يخفي دينه ويخفي هويته إلى آخره يعني. حتى أنت لما تقول للشيعة سيدنا علي بايع سيدنا أبو بكر الصديق، يقول لك كان يكذب، يعني تقية. سيدنا الحسن بايع معاوية، يقول لك كان تقية، كذب. فكل حاجة مفسرة عنهم إنها كذب يعني. فمنعوه، قالوا له أنت كي تثبت لنا أنك مسلم سني لابد تقول لنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في مدح سيدنا معاذ بن أبي سفيان، فرفض. فيقول فقلت له لو خرجت يا الحاكم بن يوسف وأمليت في فضائل هذا الرجل معاذ بن أبي سفيان لاسترحت من المحنة، فقال لا يجيء من قلبي، لا يجيء من قلبي، يعني مش قابل. وهذا يريك احنا في أكثر من وقائع حصلت بعد انهيار الدولة الأموية ب100 سنة و150 سنة، المسلمون كانوا لا يطيقون إنه أحد يغلط في سيدنا معاوية بحرف بكلمة. لكن نحن الآن هل في أحد بيسمي ابن معاوية؟ الدولة العثمانية كان فيها سلطانين اسمهم بيزيد أبو يزيد. أبو يزيد من؟ سيدنا معاوية. لكن اليوم أحد بيسمي يزيد أو أبو يزيد أبدا. لماذا؟ لأن إيران سيطرت على قنا من يوم ما الإنجليز احتلوا العالم الإسلامي، جاءوا بإيران وجابوا السلفية وبدأوا يروجوا في معاوية قاتل والحسن ويزيد قاتل وكل الروايات الكاذبة إلى آخره، كلها منظومة شيعية مكذوبة من أولها إلى آخرها. حتى قبيلة قريش رفضتها في وقتها يعني. طيب هنا الإمام ده أنا بذكر لك وقائع حصلت في عهد الحاكم النيسابوري. طيب كتاب ميزان الاعتدال في نقد رجال الحديث للإمام الذهبي. والذهبي راجل متخصص في علم الحديث، ما احنا بنقول الشيخ ابو اسحاق الحويني راجل عالم والذهبي راجل عالم ونحن نختار يعني. فقال النيسابوري الحاكم وقال ايه؟ هو شيعي مشهور. يعني دي مسألة لا فيه تشيع ولا هو يعني محسوب علينا أهل السنة وإحنا يعني قابلينه على مضض ولا حاجة، لا ده شيعي مشهور. وبعدين بيتهموا بالخيانة أو الجهل. فيقول إيه؟ شوف الذهبي يقول إيه؟ يقول عن النيسابوري صاحب التصانيف إمام صدوق. صدوق يا جماعة دي درجة ضعيفة من درجات تصنيف الرجال علم الحديث. وبعض الإخوة أرسلوا لي وأنا أصلا يعني كنت عارفها لأنه أنا في هذا الموضوع من عدة أشهر أدرس فيه ثقة وثقة يعني فيها درجات ثم صدوق فيها كذا. بيقول إيه؟ يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة يعني مكذوبة ويكثر من ذلك، فما أدري هل خفيت عليه يعني هو جاهل. وبعدين بيستعجب يقول فما هو بمن يجهل ذلك. يعني أنا كذهبي هو ما يجهلش الكلام ده. شوف الذهبي يقول لا هو عارف ان دي، انا يغلب على ظن انه عارف ان دي احاديث مكذوبه. يقول وان علم فهذه خيانه عظيمه وهو شيعي مشهور. فالذهبي يقول هذا الرجل ان كان كاذبا فهو خائن، وانا يغلب على ظن انه كذاب. طب مسمينه امام ليه وبتاخدوا احاديثه ليه لما انتوا شاكين فيه؟ وهو شك الذهبي قوي. خلاص؟ طيب لكن ابن طاهر يقول سالت ابا اسماعيل عبد الله الانصاري عن الحاكم فقال امام في الحديث رافضي خبيث. هو عالم في الحديث، علي جمعة عالم في مصر، أحمد عمر هاشم من أكبر علماء الحديث في العالم الإسلامي كله، ولكن بيد المجازر والقتل إلى آخره. فإيه علاقة إنه عالم بالحديث؟ ذاكر نايك عالم بالمسيحية، لكن هل هو مسيحي؟ لا. هنرجع لسير أعلام النبلاء وهنرجع للعلماء القدامى، لكن أنا يهمني كلام الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، وده أستاذ الحديث في جامعة الأزهر، راجل عنده 80 سنة من كبار علماء الحديث وله محاضرات على اليوتيوب أرجو أن تسمعوه. وهو يقول إن نصف كتاب الحاكم النيسابوري وخاصة الجزء عن علي بن أبي طالب إلى آخره، دي الأحاديث دي منقولة من الواقدي. ومن هو الواقدي؟ تعالوا نسمع الدكتور أحمد عبد الكريم. إذا قرأت ستجد أن الحاكم يتساهل عن عمد. يقول لك أنت مش بتقول العدالة كذا كذا، أنا بقول العدالة ظاهر الإسلام. إن كان على الواقدي اللي مش عاجبكم أنا هستعمل رواياته. هجيب الواقدي ده عمله في كتاب معرفة الصحابة اللي هو يساوي تلت المستدرك. تلت المستدرك تلاقي تلت الكتاب هو معرفة الصحابة. قال لك بقى الباب ده
أنا هعتمد على روايات الواقدي وروح بلط البحر. يا جماعة الآن أنا أعرضت عالم حديث، هل أتيت بشيء من عندي؟ الناس اللي يقول لي أنت مش أهل التخصص، أهو أهل التخصص أهو، أعمل إيه تاني؟ أنا مش عارف. أنت بتروح تشتري من شركة أمازون بتاع اللي بتوصل الطلبات، بتشتري تليفون أيفون، يقعد يقول لك أمازون غير متخصصة في صناعة التليفونات. هي قالت إنها متخصصة في صناعة التليفونات، بتقول لك أنا بنقله من المصنع إليك يا عمي، وكاتبه لك هذه صناعة أبل ولا صناعة اسمها الشركة إيه، أيفون ولا اسمها إيه. فانا بنقل لك اهو من المصنع اهو احمد معبد عبد الكريم اهو استاذ بجامعه الازهر، استاذ الحديث، هعمل ايه انا تاني غير كده؟ الذهبي استاذ حديث، ولسه هجيب لك علماء حديث تاني والاخرين يعني. طيب تعالى بقى نشوف الواقدي. الواقدي افندي وضع الاف الاحاديث المكذوبه عن الرسول اللي خدها مين؟ البخاري رفضها، ومسلم رفضوها، والكتب السته رفضتها. راح هو بقى ايه النيسابوري يقول هذه احاديث الرسول. حضراتكم نرجع لسير أعلام النبلاء، الإمام الذهبي الجزء 9 بيعمل ترجمة للواقدي. مين الواقدي؟ قال البخاري قال سكتوا عنه، يعني ما في أحد بيقبل من الواقدي رواية أصلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وتركه أحمد بن حنبل وابن نمير. قال الإمام مسلم وغيره متروك الحديث لا أحد يأخذ به. قال النسائي ليس بثقة. قال أبو داود السجستاني، ده مؤلف أحد الكتب الستة، يعني أنا بجيب لك البخاري مؤلف الكتب الستة، مسلم من مؤلف الكتب الستة، أبو داود، النسائي، كلهم بيقولوا الراجل ده كذاب ولا نأخذ منه شيء. أبو داود السجستاني قال أخبرني من سمع علي بن المديني يقول روى الواقدي 30,000 حديث غريب، يعني كلها لها مصدر واحد مشكوك أمرها لا نسمعها من غيره، يعني بنسبة 90% مكذوبة. يعني عبد الله بن علي المديني روى عن أبيه عند الواقدي 20,000 حديث لم أسمع بها، ثم قال لا يروى عنه وضعفه. يحيى بن معين قال أغرب الواقدي على رسول الله 20,000 حديث، يعني الراجل ده فابرك 20,000 حديث، جبتهم منين؟ إيه؟ يقول لك فيه راوي واحد له، أغرب يعني حاجة مفردة. ما هو النهاردة إيه؟ أنا النهاردة قابلت الرئيس الأمريكي، بعد ما أخرج أطلع بقى عاوز أكذب أو ممكن أضع مليون كذبة عن مقابلتي مع الرئيس الأمريكي. فهو الواقدي كان بيلعب اللعبة دي يعني. قال يونس ابن الأعلى قال لي الإمام الشافعي كتب الواقدي كذب. أحمد بن طيب أيضا ابن معين قال ليس الواقدي بشيء، وقال مرة لا يكتب حديثه. الدولابي قال لي أحمد بن حنبل الواقدي كذاب. النسائي إسحاق قال هو عندي ممن يضع الحديث، يعني الواقدي، يعني الراجل بيألف ويكذب على الرسول. فأنت لديك 20,000 حديث مكذوبين على الرسول، الحاكم النيسابوري ياخد ويحط وهو عارف انها مكذوبه لانه هو قرأ دول اصلا دول عدد عمرهم قليل يعني، ودول كتبهم كان قليله يعني لم تكن هناك مطابع الى اخره، او يفبرك هو من نفسه، ويتساوى ان هو زور ابتداء او شارك في التزوير، لانه لما يبقى في حديث مزور وعارف انه مزور ويحط ختمه ويبقى شارك في التزوير. قال البخاري ما عندي للواقدي حرف وما عرفت من حديثه فلا أقنع به. قال أبو داود ده من الكتب الستة لا أكتب حديثه. وكان أحمد الإمام أحمد لا يذكر عنه كلمة. النسائي قال هو من المعروفين بوضع الحديث على الرسول، كذب على الرسول. يقول المعروفون بوضع 4 وهيعد ويقول منهم الواقدي ببغداد. قال أبو زرعة ترك الناس حديث الواقدي، يعني علماء الحديث يعني. قلت لا شيء للواقدي في الكتب الستة إلا حديث واحد عند ابن ماجه، يعني الواقدي اللي قاعد يروي 20,000 حديث كل علماء الكتب الستة رفضوها إلا ابن ماجه أخذ حديث واحد. من اللي ياخد منه بقى نصف الكتاب بتاعه؟ الحاكم النيسابوري. نأتي إلى كتاب مستدرك أبو إسحاق الحويني على أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، صفحة 15، أي صفحة 15 شيخ الإسلام ابن تيمية قال تصحيح الحاكم لأحاديث موضوعة، لهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، الناس مش معترفة به. تلميذه ابن القيم، اسمع ابن القيم ماذا قال: لا يعبأ الحفاظ أطباء الحديث بتصحيح الحاكم شيئا ولا يرفعون به رأسا،
البتة، بل لا يدل تصحيحه على حسن الحديث، بل يصحح أشياء موضوعة، يعني مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا نسمع الدكتور بشار عواد، وهو من علماء الحديث أيضا، ويقول إن الحاكم هذا رجل الخرافات، لا تقرأوا كتابه أصلا. ما الفرق بين استدراكي الحاكم والدارقطني؟ لا، الحاكم وين والدارقطني وين؟ هذا الحاكم لا يصلح أن يكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيء من الدارقطني عالم. هذا الحاكم أن هذا المستدرك أنا لا أنصح أحد أن يستعمله، لأن هذا مظنة لأهل الأهواء والبدع، يأخذون منه هذه الأحاديث ويستدلون بها علينا. اثنين، الذهبي في سير أعلام النبلاء قال لا بي ربع، والربع أكثره فيه علل خفية، وفيه 100 حديث يشهد القلب ببطلانها، حديث الطير بالنسبة إليها سماء. أما الدارقطني لا، دارقطني عالم، دارقطني من العلماء الأفذاذ، هو إمام المحدثين في العلل، لا يمكن أن يبلغ واحد شأوه في العلل على الإطلاق، هو أمير المؤمنين في العلل في زمانه حقيقة. شوف أكو واحد قال لا يوجد في مستدرك الحاكم واحد على شرطهما، وهو مصيب في ذلك. أنا أقول لك أنه حديث لا يوجد في الكتب في الأولى، حط عليه علامة استفهام وادرسه، يعني شك فيه. يبدأ الشك وين؟ حديث لا يوجد في البخاري والمسلم، حط له شوية علامة استفهام. لا يوجد في الكتب الستة، حط له علامة استفهام أزيد وحدة ثانية. لا يوجد في الكتب، كلما تتقدم الأمور. حديث رواه مسلم لم يروه البخاري، هم حط له علامة استفهام شوية، يعني كلها فكر فيها. تعالوا الآن نأخذ شهادات المعاصرين للحاكم النيسابوري في الجامع بتاعه اللي كان بيلقي فيه محاضراته. الراجل ده كان بيراجع أحاديث شيعية أم لا؟ الأحاديث اللي في الكتاب بتاعته أم بتاع حد تاني؟ راجعها أم لم يراجعها؟ هو طول عمره بيقولها على المنبر، والناس لما فضائحه زاعت إلى آخره. ثم بعضهم كما سنقول الآن قال أنا وجدتها بخط يده وعجبت، احنا قلنا له الكلام ده غلط يا نيسابوري، وبرضه كتبه بخط يده. فهذا دليل يا شيخ أبو إسحاق الحويني على أنه ارتضى هذه الأحاديث. والقول بقى خلاص، انت يا عم انت عاوز تبطل الكتاب ابطله، انا موافق يا عم، ابطل الكتاب يا عم، قول له هذا الكتاب لا يؤخذ منه علم وخلاص، وانا اعتذر، انا مستعد اعتذر لو الشيخ ابو اسحاق الحويني قال لا تاخذوا من شيئا من كتاب الحاكم النيسابوري، انه يا جماعه لو مصحف فيه 75% من اياته غلط، ايه اللي يحصل فيه؟ سيدنا عثمان بن عفان لما جمع المصحف بين دفتين، عمل مصحف كده وزنه 80 كيلو، كل اللي كان معاه اي رقعه مكتوب فيها القرآن ماذا فعل فيها وهي صحيحه، فيها بس بعض الملاحظات على كتبوها، احرقها كلها. مش كتاب. الامام الذهبي يقول 75% خطأ. انت طالب دخل امتحان 100 سؤال اخطأ في 75 سؤال، ده فاشل وراسب. وال 25 سؤال الباقين الامام الذهبي يقول فيها علل خفيه مؤثره. يعني انتوا عاوزين ايه؟ الحاكم النيسابوري غش احاديث صحيحه بعضها قليل جدا من البخاري ومسلم كي يمرر البلاوي السوداء، الكذب على الله سبحانه وتعالى، لكي يدعو الى عباده علي بن ابي طالب بشكل مستتر. حضراتكم في سير اعلام النبلاء الجزء 17، الشيخ ابراهيم بن محمد الأرموي ده من نيسابور ومعاصر للحاكم، والإمام الذهبي يصف بأنه كان صالح وعالم، فبيقول جمع الحاكم أحاديث وزعم أنها صحاح على شروط البخاري ومسلم، منها حديث الطير، أن الرسول كان بياكل طير ماشي فقال له يا رب ارسل لي أقرب الناس إليك. الرسول ما عرفش من أقرب الناس لربنا، فجاء دخل سيدنا علي بن أبي طالب. طبعا الحاكم يقصد إيه؟ يطير أبو بكر يكذب البخاري، واللي هو لأن حديث كثيرة فإنه سيدنا أبو بكر هو أهم صحابي بعد الرسول، فالحاكم بطريقة خبيثة ملتفة عاوز يطير سيدنا أبو بكر، فقال لك ألف حديث الطير، ألف الوالد. واحد رد قال لي لا هو مش هو اللي ألفه، هو واحد تاني كذبه قبله يعني، فعادي يعني يا عم أنت، ما هو سرق، فلما يسرق هو كمان فيها إيه؟ ما يقول لك ليس هو أول من قال بهذا، ليس هو أول من كذبه،
اسلوب اللف والدوران مش عاوزينه، مش عليا الله يخليكم، انا فلاح ومبروم على مبروم ما يركبوش، واللي شايف نفسه يجي لي يا سيدي. فالراجل حديث الطير اهو، هو كاتبه بخط ايده الشيخ ابو اسحاق، وكان بيذيعه في المساجد، وعلماء الحديث اعترضوا، مش كلام صبر مشهور انا لا اقول شيء، ده الراجل الارم النبسابوري ده شاهد، نعتبره كذاب، هناتي بشاهد غيره. ده يثبت ان الاحاديث بتاع سيدنا علي هو الذي كتبها، لانه كان بيقولها في الجامع، وكان علماء الحديث بيقفوا ضده. لكن الدولة البوهية الحكومة والشرطة القائمة من يجرؤ على الكلام يذبح. انت تخيل عالم حديث في ايران اليوم يحصل فيه ايه يا جماعة؟ عبد الرحمن الشزياخي سألنا الحاكم يعني كان معنا في مجلس عن حديث الطير، فقال لا يصح، قال لك حديث غلط موضوع. طب انت تراجعت؟ هنا الامام الذهبي بيقول لك لا. طب فما باله اخرج حديث الطير في المستدرك؟ الذهبي بيقول لك لما هو رفض حديث الطير، طب ليه وضعه في الكتاب بتاعه؟ ويجي عليه حديث ده يقول لك ده انا هو كاتبه بخط ايده وانا عارفه، هما كانوا عارفين خطوط بعض، لان دي كان حاجات قليله يعني. شيخ اخر اسمه ابو اسماعيل عبد الله بن محمد الهروي قال الحاكم ثقة في الحديث، عالم بالحديث، واحنا بنقول انه عالم طبيب ولكن يهودي، ثقة في الحديث رافضي خبيث. وبعدين الذهبي بيعترض بيقول هو مش رافضي، هو شيعي، يعني احنا مختلفين، هو في اي فرقة من الشيعة يعني. لكن ابن الطاهر قال شديد التعصب للشيعة في الباطن. يعني انت تجد انه في خلاف، هو شيعي ولا رافضي؟ طبعا لما نجد الحديث هنجد انه رافضي. أبا سعد المليني قال طالعت أو قرأت كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، لم أرى فيه حديثا على شرطهما، على شرط البخاري ومسلم. أنا راجل إما مش فاهم إما كذاب. شوف بقى الإمام الذهبي بيعلق يقول إيه؟ اللي في المستدرك على شرطي البخاري ومسلم شيء كثير. هو كثير قد إيه؟ قال هو ثلث الكتاب، يعني لا شرط البخاري ومسلم ثلث الكتاب. طب والثلثين يا عم؟ قال لا 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 ده كلام فاضي، يعني 66 في الامتحان جاوبوا غلط. طب والثلث ده؟ قال لا لسه هننزله الربع، بل أقل، يعني هننزل كمان الثلث. فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن فيها علل خفية مؤثرة. وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وذلك نحو ربعه، باقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك نحو 100 حديث يشهد القلب ببطلانها. 75% من أحاديث الكتاب غلط. إيه اللي أنت عاوزينه؟ حتى بقول إن حديث الطير بالنسبة إليه سماء، يعني ده هو أقل الوحاشة، أقل سوء كذب حديث الطير. وبعد كده بقول وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته ويعوز عملا وتحريرا، محتاج شغل تاني. طبعا ده حكم ان يعوز عملا وتحريرا، ده كتاب مفيد، ده حكم. لكن ان هو فيه كم حديث بايظ وكم كذا دي معلومه، فاحنا احرار في حكمنا، نختلف مع الذهبي في الحكم. طبعا هنا الدارقطني بيسخر لما قالوا له الحاكم، فقال نعم يستدرك عليهما في حديث الطير على البخاري ومسلم. يعني قالوا له الحاكم ده عالم حديث، قالوا مش ده اللي بيستدرك على البخاري ومسلم في حديث الطير، من باب النكته. تعالوا أخيرا لجسم الجريمة، هو الكتاب المستدرك على الصحيحين، اللي هو فيه إنه بيشهد إن الراجل رافضي وليس مجرد شيعي يعني، إنما ذكر بعض الأحاديث عن سيدنا أبو بكر لإخفاء ذلك حتى يدس السم في العسل. والعجيب إن واحد يقول لك الله ثلاثة، يعني هذا مسيحي، فيقول لك عاوزين شهود إن هو مسيحي، فإحنا ضيعنا الحلقة كلها في الشهود إن هو راجل مثلث إن هو مسيحي. هو جاي في الآخر يقول لك أيوه أنا مسيحي يا سيدي، لكن لابد نجيب الذهبي وفلان وفلان عشان يقولوا الراجل شيعي ولا يقول رافضي. تعالوا نشوف الكتاب. هذا حضراتكم بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال النظر إلى علي عبادة، وكررها تاني وقال الرسول بيقول النظر إلى وجه علي عبادة. يعني علي هو بقى نائب الإله، هو الإله حل فيه. يعني قول لي ننظر في وجه علي ليه؟ طب حالا علي مات نعمل ايه؟ نجيب صورة علي ونقعد نعبد فيها، زي ما المسيحيين بيجيبوا صورة المسيح ويعبدوا فيها، والشيعة بتوع إيران بيعملوا كده الآن. يعني هل هذه عقيدة تشيع فقط؟ ده عقيدة رفض. تأليه علي هي عقيدة رفض. يعني تجد أي واحد رافض يقول لك يا علي، يصحى من النوم يا علي، موت يا علي، اشفيني يا علي، اعمل لي يا علي، انصرنا يا علي. يا عم أصبح العلي هو الإله غير المتوج،
وهذا أنا بقول لكم الجزء الثالث، اسمعوا المستدرك نزلوه من على جوجل، الجزء الثالث بكتبها، ادخل على مناقب علي بن أبي طالب واقرأ بلاوي ما يقولهاش واحد ما دخلش مدرسة، واحد لا يقرأ ولا يكتب، كلها دعوة لتأليه علي واعتبار كلام علي مثل مستوى القرآن. هنا حديث يا جماعة بينسب للرسول كذبا أنه قال تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله تعالى وعترته. في واحد أكبر من التاني. تعرف بقول لك إيه؟ أنا عندي كتابين، كتاب عن تاريخ مصر وكتاب عن تاريخ الجزائر، أحدهما أكبر من الآخر. ممكن واحد يقول لك هو تاريخ مصر الأكبر، واحد يقول لك تاريخ الجزائر أكبر. فهو صيغها بصياغة إنه ممكن تفهمها إنه كلام علي العترة والحسن والحسين والذرية هم يعني أصبحوا هم أوصياء على الدين، ويقولوا إيه والحلال والحرام والقرآن إمتى يصح وإمتى ما يصحش. فنحن يعني كلام علي أصبح مساوي لكلام الله، كلام الحسن الحسيني مساوي لكلام الله. وهذه عقيدة من يا جماعة؟ الشيعة الرافضة اللي هم عندهم 12 إمام، يقولون الأئمة لا يخطئون، كلامهم معصوم مثل الأنبياء، وهم يأتيهم الوحي من الله، فالنبوة لم تنتهي، فهم أنبياء غير أنهم غير متوجين. وأنت لما تنظر في الكتب الشيعية الحديثية بتقدم الأئمة على أنهم آلهة بيحركوا الكون وبيعملوا كل حاجة، والله خلق الكون وترك له. فيا جماعة فهموني، والله لو أنا مش فاهم فهموني، يعني اكتبوا لي في التعليقات الله يخليكم. حضراتكم أيضا هنا عن علي بن أبي طالب قال عبدت الله مع رسول الله 7 سنين قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة. يعني الرسول 7 سنوات يدعو زوجته السيدة خديجة اعتنق الإسلام، تقول له لا أنت كذاب، أنت لست رسول الله. أمال هي رفضت تعتنق الإسلام ليه؟ ده الحاكم اللي بيكذب على سيدنا علي. يعني زوجته ظلت تكذبه، ابنته أم كلثوم ظلت تكذبه، ابنته زينب ظلت تكذبه. الرسول يدعو ابنته الإسلام وتقول له أنت كذاب يا أبي. 7 سنين بنات الرسول يكذبونه 7 سنوات، زوجة الرسول تكذبه 7 سنوات، أبو بكر يكذبه 7 سنوات، هو علي بقى فقط. دي لها علاقة يا جماعة بالنزاع مين سيدنا علي يكون خليفة ولا عثمان. أنا بكلمك في حاجات تخص تعبدية وليس حاجات في خاصة بالحكم على فكرة. طيب هنا حديث مكذوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع علي فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني. يعني أصبح أنت يا معلم بتطيع علي بتطيع ربنا، بتعصى علي بتعصى ربنا. يعني السيدة عائشة عصت الله لأن هي لم تسمع كلام علي رضي الله عنه، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، والزبير بن العوام رضي الله عنه، وسعد بن وقاص رضي الله عنه، وابو موسى الاشعري رضي الله عنه، وعمرو بن العاص رضي الله عنه، ومعاذ بن ابي سفيان رضي الله عنه، كل هؤلاء لم يسمعوا كلام علي رضي الله عنه. فهم كده عصال الله على طول. وفي حديث بقى هو واضحها بس انا لسه ما اداش، انه هؤلاء اقتلوه، الرسول امر بقتله. انت كذب تفصيل على المقاس، ده ما له علاقه بال يعني وما الدين الرافضي الا هذا. يعني ده ناقص واحد عامل نفسه شيخ ومربي دقنه عشان ينصب من الناس. قلت لك لا، هو مش نصاب، هو بيقول على نفسه شيخ فهو شيخ. لا، مفروض يكتب كده انا حرامي، فالمفروض بقى ده يطلع يقول لك انا بكذب يا جماعه. مش عارف ايه المطلوب يا جماعه، وفي واحد بيكذب يطلع يقول انا بكذب. طيب هنا ايضا فبركه على الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في مرضه يا فاطمه الا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين ونساء هذه الأمة وسيدة نساء الأممين. حديث مكذوب، لأنه في القرآن السيدة مريم هي سيدة نساء العالمين، والسيدة خديجة أم فاطمة أحسن منها وسابقة في الإسلام. اللي بيقول حديث في البخاري، لا، البخاري لم يقل هذا على فكرة، وأنا سأخصص حلقة عن البخاري إيه اللي في هذه الجزئية. طب وباقي أخوات في السيدة فاطمة وحشين لأنهم تزوجوا في بني أمية، فلابد نحذفهم. والشيعة الرافض الصرحاء بيقولوا أصلا لم يكونوا بنات النبي كمان يعني، ويكذبوا القرآن، لأن القرآن يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. والشيعة يقولوا ده بنات بالتبني، هو فاطمة فقط. ليه؟ عشان الذرية بتاعتها ممكن نستخدمها في السياسة والحرب فقط. شوف بقى التهريج، ادي بيكذب يقول ايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اول من يعني علي بينقل عن الرسول اول من يدخل الجنة انا علي يعني،
وفاطمة والحسن والحسين، يعني علي قبل الأنبياء وقبل الرسول قبل كل حاجة. طب باقي المسلمين هيترموا، مش اسمع باقي التكملة. قلت، يعني علي اللي بيقول للرسول: يا رسول الله فمحبونا؟ قال: من ورائكم. يعني الشيعة يعني. طب باقي المسلمين كفار. هو بيضع معنى التكفير في الباطن، تجد واضحة جدا. لك أنا مش عارف يا جماعة، دي حضراتكم ولا مؤاخذة بقرة نتنت وماتت وعفنت والدود كل فيها، تجيبوا بقى تحطوا عليها روائح، تحطوا عليها كذا، وتقولوا والله ريحتها حلوة، وتطبخوها وتتبلوها وتعملوها في الزيت وتحمروها عشان تقولوا هي بقت لحمة جميلة. انتوا بتخفوا ايه؟ بتخفوا ايه؟ كفاية خراب للأمة الإسلامية، كفاية ضاعت سوريا، حرام. 2 مليون مسلم ضاعوا، بلا مجاملات للحاكم، بلا مجاملات لزيد لعبيد نطاط الحيط. دين الله أهم من أن نجامل أحدا. هنا النيسابوري بيضع على لسان الرسول أن الأمة الإسلامية هتقتل الرسول ويجب الانتقام من الأمة الإسلامية. شعار إيران صحيح، بتقول يا لثارات الحسين، عاوزين نقتل المسلمين من أجل الحسين. وإيران بتقتل في سوريا، تقول قتلوا الحسين من 1400 سنة اللي قتلوا الحسين. وعندكم في كربلاء يقول لك كل المسلمين مسؤولين عن دم الحسين بالوراثة. حتى المسلمين البربر اللي هم يعني عمرهم ما يعرفوا أين تقع العراق كانوا مسؤولين عن قتل الحسين. المسلمين الأتراك مسؤولين عن قتل الحسين. الأكراد يا عم، الناس دي والله ما كان لها أي صلة، كانوا في تلك الفترة حتى ما دخلوا الإسلام بعضهم يعني أيضا مسؤولين. أنت عاوز، هي إيران عاوزة كده، الحديث هو متركب لها بالمنظر ده. شوف، بتقول لك ان لما ولد الرسول صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لما ولدت فاطمه الحسين ايه اللي وضعه في حجره كذا، والرسول عيناه بتبكي من الدموع. قلت له ما لماذا؟ قال لي امتي ستقتل ابني هذا الحسين، وان جبريل جاني، اتاني جبريل واتاني بتربه من تربته الحمراء. يعني الشيعه اهو بيسجدوا على الشقفه وكلامهم صح، دي ارض مقدسه اتى بها جبريل. وده الحاكم يا جماعة اللي هو محسوب علينا، يعني احنا بيحتج به علينا واحد شيعي عامل نفسه سني وبيقول لنا انتوا غلط، ده الراجل بتاعكم بيقول، هو مش بتاعنا. السلفية كبر التشيع. هذا الكتاب مقرر على المعتقلين في السجون. فهمتم؟ أين تدار اللعبة؟ الدولة العميقة. أمال المساجد مفتوحة ليه؟ للتحديث عن الحاكم والدفاع عن الحاكم، والدنيا ولعت من أجل الحاكم، والحاكم ميت بقاله 1000 سنة. لماذا؟ لما هو الكتاب بتاعه كله خراب وفساد ومات ولم يصححه، والكتاب أخطاء وهو متساهل وهو امال بتدافع عنه ليه؟ لأنه الدولة العميقة عاوزة الدبابات الإيرانية تستخدم كتاب الحاكم جسر العبور على باقي العالم الإسلامي. طيب أيضا حديث آخر، الرسول قال لي والحسين في حجره، قال لفاطمة إن جبريل أخبرني أن أمتي تقتل الحسين. كل الأمة الإسلامية مجرمة. حضراتكم احنا بدأنا بيه ان كان في عصر الشيعي، الشيعة سيطروا على العالم الاسلامي كله، الشيعة الرافض تحديدا يعني اللي كان في عهدهم الحاكم النيسابوري. طب والآن حضراتكم نفس الحكاية، الشيعة الرافض سيطروا على العالم الاسلامي، سيطروا على إيران ودخلوا العراق، دخلوا سوريا، دخلوا لبنان، دخلوا اليمن، لهم نشاط داخل تركيا، لهم نشاط في أفغانستان، لهم نشاط في باكستان، لهم نشاط في قطر، في البحرين، في الكويت، في عمان، حتى وصلوا الصومال. طبعا في مصر بدأوا، في الجزائر شغالين، في المغرب شغالين، في نيجيريا بكل قوة. يعني كما كان في عصر الشيعي سابق، نحن الآن في نفس العصر الشيعي. ويرادوا أن السلفية تلعب هذا الدور. السلفية بتعمل إيه؟ بيترك البخاري ومسلم ويروح ياخد الكتب الحاكم النيسابوري واللي مش عارف كل المتردية والنطيحة من الأكاذيب، ويجي الألباني يصحح الأكاذيب ويقول هذه أحاديث الرسول، وتيجي أنت ترفض تقول عيب يا ألباني، يقول لك إزاي أنت بتكذب حديث الرسول؟ يا عم البخاري رفض ومسلم رفض وبيخالف القرآن، في إيه؟ فهمنا اللعبة؟ أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا حديث مكذوب على الرسول أيضا عن الخلافة الراشدة 30 سنة لإخراج الدولة الأموية من الخلافة الراشدة. تخيلوا. وطبعا هذا الحديث جعلنا نقرأ تاريخنا الإسلامي كله، هنشرح المسألة بالتفصيل والخرائط. أرجو الاستماع لهذا الفيديو. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو الاستماع إليها. أسفل الفيديو رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر. هنا قناة فيديوهات الوثائقيات التاريخية أرجو أن تشاهدوها، وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.